بيبدأ الجزء التاني من الفيلم وبنشوف توماس وهو طفل أثناء ما كان مع والدته، وكانت بتودعه عشان تديله جنود منظمة ويجد، وده عشان يبقى في أمان من الوباء المنتشر اللي بيقتل الناس كلها. بس ساعتها بيصحى توماس من النوم على صوت مينو، وبيكونوا لسه في الطيارة الهليكوبتر اللي الجنود أخدوهم عليها في الجزء الأول من الفيلم. فلو ما شفتش الجزء الأول هتلاقيني سايبهولك تحت في الديسكريبشن أو الوصف. المهم وقتها مينو بيبقى عايز توماس ينزل من الطيارة بسرعة، فبيجري توماس مع كل أصحابه اللي نجيوا من الطيارة، وبيكونوا رايحين ناحية ملجأ للبشر الناجين من الفيروس، والملجأ ده بيبقى اسمه سكارش، وبيكون حواليهم جنود من كل مكان وعمالين يضربوا نار على ناس جايين من بعيد، واللي بيكونوا مصابين كلهم بالفيروس وخلاهم يفقدوا أدميتهم وبقوا شبه الزومبي كده. ساعتها بينجح توماس وكل اللي معاه في الدخول للملجأ، وبيقابلوا جانسون مدير الملجأ، فبيرحب بيهم وبيقول لهم إن سكارش هو مجرد مكان مؤقت ليهم لحد ما يتم نقلهم لمكان تاني بعيد عن ويجد وكل المشاكل دي، وبيعرفهم إنهم مهتمين بيهم لأنه هم الجيل الجديد اللي هيقود العالم ضد الفيروس ده اللي صاب العالم كله. بعدها بيتم تجهيز الشباب وفحصهم، وبياخد جانسون توماس على انفراد وبيقعد يتكلم معاه عن اللي هو فاكره عن ويجد بما إنه كان شغال معاهم، وبيبقى جانسون عايز يتأكد إن توماس بقى ضد ويجد ومش لسه بيحبهم. وبعد ما بيخلصوا كلام بيتجمع توماس وكل اللي معاه وبيروحوا منطقة الأكل واللي بتكون كلها شباب وكلهم كانوا في المتاهة قبل كده، ودول اللي نجحوا في إنهم يهربوا من المتاهة. وبنعرف إن أقدم واحد في الملجأ ده هو شاب اسمه إيريس، بس بيكون انطوائي ودايما قاعد في حاله وبقاله أسبوع بس. المهم بقى إن وقت ما هم بياكلوا بيجي جانسون وبيكون معاه قايمة بالأسماء، والناس اللي هيتنده عليهم دول هم الناس اللي هيخرجوا من الملجأ وهيروحوا على المكان الجديد اللي هيقضوا فيه حياتهم واسمه المزرعة. وبعدها بيتوزع توماس واصحابه على الأماكن اللي هيناموا فيها، بس توماس بيبقى قلقان ومش عارف ينام لأنه ما يعرفش تريسا راحت فين وما شافهاش في قاعة الأكل. بس فجأة وسط ما توماس عمال يفكر في تريسا بيجي من تحت السرير بتاعه إيريس، وبياخد توماس معاه في فتحات التهوية، وبيوري له ممر في الدكتورة اللي كانت بتفحص تريسا، وداخلة على منطقة كده ومعاها سريرين، وكل سرير فيهم بيكون جواه شخص ما، ولكن السراير بتكون متغطية ومش باين مين اللي نايم عليها. فبيقول إيريس إن كل يوم بيدخل على الأقل 2 للمكان ده، لكن هو ما يعرفش إيه اللي بيحصل جوه ولا عارف يشوف اللي بيحصل، وده لأن مفيش فتحات تهوية هناك والناس اللي بتخش جوه مش بترجع تاني. وإيريس بيبقى شاكك أصلا إن في مكان اسمه المزرعة، وشايف إن كل اللي هم فيه ده وهم. وبعدها بيرجع كل واحد منهم على المكان اللي بينام فيه بسرعة قبل ما حد يكتشف إنهم مش موجودين. وتاني يوم بيتجمع توماس مع صحابه في صالة الأكل وبيحكي لهم على كل اللي هو شافه بالليل مع إيريس. وفي نفس الوقت ده بيجي جانسون وبينادي على جماعة جديدة من الناس وبياخدهم برضه، وبيقول لهم توماس إنه شاكك إن الناس اللي بتدخل الاسم دول يبقوا جثث مش ناس حية، وبيقرر إنه يروح يعمل مشكلة مع الحراس اللي واقفين. وفعلا بيروح يعمل مشكلة وبيقدر إنه يسرق منهم مفتاح الدخول للمنطقة اللي شافها امبارح. ولما بيرجع منطقة النوم بيقول لأصحابه إنه لازم يروح يشوف اللي بيحصل هناك، وبيطلب منهم إنهم يغطوا غيابه. فبيقابل إيريس عند فتحات التهوية وبينزلوا عند المنطقة السرية وبيدخلوا عن طريق مفتاح الدخول، وبيلاقوا الوحوش اللي كانت بتهاجمهم في المتاهة وهي جوه أنابيب، ومن الواضح كده إن المكان ده مكان صناعتهم. وكمان بيشوفوا كل الناس المختفية اللي ما كانوش بيرجعوا تاني، واللي بيبقوا كلهم متعلقين في بعض المعدات اللي بتقعد تمتص مادة معينة من أجسامهم. وفي الوقت ده بيدخل عليهم جانسون هو واحد من مساعدينه، فبيستخبوا بسرعة، وبيفضل توماس باصص على جانسون وبيلاقيه بيتكلم مع إيفا رئيسة ويجد واللي المفروض إنها انتحرت. فبتتكلم معاه وبتقوله إنها غيرت الخطة وهتيجي المقر بتاعه بكرة عشان تاخد العينات اللي معاه بسرعة، وده قبل ما منظمة اسمها الذراع اليمنى تيجي وتدمر المكان، والمنظمة دي من أعداء ويجد. فبيطمنها جانسون وبيقول لها ما تقلقيش، وبيعرفها إنه طاردهم كلهم وبقوا مستخبيين في الجبال ومش هيعملوا أي حاجة. فبترد عليه وبتقوله إنها خسرت بسببهم أكتر من مقر ومش مستعدة تخسر مكان تاني، وإنها لازم تسرع في العملية عشان تكشف علاج للفيروس. فبيرد عليها وبيقول لها إن النتائج بتاعة توماس وأصحابه كويسة جدا، وإنه هيبتدي في عمل التجارب عليهم وإنهم ممكن يكونوا مفتاح العلاج. وبيخلص كلامه معاها وبيخرج من المكان. ساعتها بيطلع توماس يجري هو وإيريس على المكان بتاعهم تاني عشان يلحقوا بقية أصحابهم، وبيقول لهم توماس كل اللي حصل وإن المكان تبع ويجد وإنهم لازم يهربوا قبل ما جانسون يجي. وفعلا كلهم بيهربوا من فتحات التهوية، لكن في الوقت ده بيسيبهم إيريس وبيقول لهم إن في حاجة مهمة هيعملها الأول ويحصلهم. وفي الطريق بيشوفوا الدكتورة اللي كانت مسؤولة عن تريسا وبياخدوها رهينة عشان يعرفوا منها مكان تريسا، لكن في الوقت ده
ده بيجي واحد من الجنود وبيضرب عليهم نار وبيطاردهم، بس مينو بينجح في انه يضرب الجندي ده وبياخد منه السلاح بتاعه، وبيعرفوا مكان تريسا وبيروحوا ينقذوها وبيكملوا في طريقهم. وهناك بيلاقوا باب مصفح مقفول ومش بيفتح حتى بالمفتاح اللي مع توماس، وساعتها بيتم محاصرتهم عن طريق جانسون ورجالته، وبيحاول جانسون انه يرجعهم من تاني. ولكن في الوقت ده الباب المصفح بيفتح وبيبقى اللي فتحه إيريس، فبيهربوا كلهم من الملجأ وبيستخبوا في الصحراء من رجالة ويجد. وقتها نيوت بيسأل توماس عن خطته، فبيقوله ان في منظمة اسمها الذراع اليمنى مستخبية في الجبال وهم اعداء ويجد، وبيعرفوا انهم لازم يلاقوهم لان ويجد مش هاممهم حاجة غير استخراج مادة معينة من دمهم. وساعتها بيفضلوا يتحركوا على امل انهم يلاقوا حاجة، لكن بيهجم عليهم مجموعة من المتحولين وبيصيبوا واحد اسمه نيستون، بس بينجح الباقي في انقاذه وبيهربوا من المكان. وبيجي النهار وبيكونوا عمالين يتجولوا في المدينة المهجورة اللي وصلوا لها، وبتكون الجبال بعيدة عنهم قوي، ولكن مفيش حل قدامهم غير انهم يروحوا لهناك. وقتها وهم ماشيين ونيستون بيتعب منهم اكتر وبيشيلوه، لكن بيقول لهم انه اتصاب من المتحولين والمرض بدأ ينتشر في جسمه وما قداموش وقت كتير، وبيطلب منهم مسدس علشان يقتل نفسه. وفعلا بيسيبوا له مسدس وبيمشوا، وبعدها بيسمعوا صوت طلقة المسدس اللي قتل نفسه بيها. ساعتها بيكملوا في طريقهم لحد ما كل المية بتاعتهم بتخلص، وبيجي الليل وبيكونوا نايمين في وسط الصحراء. فبيقلق توماس وبيلاقي مكان بعيد طالع منه انوار، فبيصحي صحابه عشان يروحوا على هناك. لكن في الوقت ده بيحصل عاصفة رعدية شديدة، فبيجروا عشان يهربوا منها لحد ما بيوصلوا للمكان ده، واللي اول ما بيدخلوه بيكتشفوا ان في عدد كبير من البشر المصابين مربوطين ومحاوطين المكان. وبيقابلوا هناك واحدة اسمها بريندا وبتطلب منهم انهم يجوا معاها، وده لان في واحد اسمه خورخي كان معجب باللي هم عملوه وعايز يقابلهم. ولما بيقابلوا خورخي وبيتعرف عليهم بيسأل عن سبب وجودهم هنا، فبيقولوا له انهم بيدوروا على منظمة الذراع اليمنى، فبيقول لهم ان ده عبث ومش هتلاقوا حد هنا، وبيؤمر بالكشف عليهم. وساعتها بيكتشفوا ختم على رقبة توماس بيبين انه كان شغال مع ويجد، فبيقرر خورخي يحبسهم وانه يبيعهم لويجد بفلوس كتير. وفعلا بيتم حبس توماس وكل اللي معاه وبيحاولوا انهم يفكوا نفسهم. ولكن في الوقت ده بيجي جانسون ورجالته وبيقولوا لخورخي انهم عايزين توماس واللي معاه، وساعتها يمشوا من غير مشاكل، ولكن لو حاول يعمل اي حاجة هيموتوا كلهم. وقتها خورخي بيقول لبريندا انه هياخد العيال دول ويسلمهم لمنظمة الذراع اليمنى، وده عشان يعرف يعيش معاهم، وانه هيهرب ومش هيواجه ويجد. وفي النهاية بيقرر انه يدمر المكان كله، وفعلا بيشغل اغنية، بمجرد ما الاغنية تخلص المكان هينفجر. وفي الوقت ده بيروحوا بيجمع توماس واللي معاه وبيكون معاهم بريندا، بس بريندا بترجع في اخر وقت عشان تجيب حاجة من المبنى وتوماس معاها، والمبنى بيتدمر كله بسبب المتفجرات، وكل جنود ويجد بيكونوا جوه المبنى. وبينجح توماس وبريندا في الهروب من المبنى على اخر لحظة، ولكنهم بيتفرقوا عن بقية الناس. ساعتها بيدخلوا نفق وبيكون في ناس متحولين، وبيكون من الواضح ان حالتهم اسوأ بكتير من الناس اللي شافوهم قبل كده، فبيطلعوا على المدينة وبيكملوا في طريقهم. لكن بيجي واحد من المتحولين وبيهاجم بريندا، بس توماس بيجي وبيقدر انه ينقذها. وفي الطريق بتكتشف بريندا انها اتصابت من المتحول ده، وان خلاص قدامها وقت قليل قبل ما تتحول، بس بتقول له انهم لازم يروحوا لواحد اسمه ماركوس، وده هدف خورخي الجاي. وفعلا بيوصلوا لقصر ماركوس، لكن عشان يدخلوا لازم يشربوا مشروب معين. واول ما بيشرب توماس المشروب ده بيبدأ انه يهلوس لحد ما بيغمى عليه، ولما بيصحى بيلاقي تريسا قدامه، وبيلاقي انه خورخي ماسك ماركوس وعمال يستجوبه عن مكان الذراع اليمنى. وفي الاخر ماركوس بيقول له المكان، لكنه بيقول له المكان ده بعيد قوي واستحالة تروحوا عن طريق المشي. فبيسرق خورخي عربية ماركوس وبيركبوا كلهم العربية وبيروحوا على المكان اللي ماركوس قال لهم عليه. ولكن في وسط الطريق بيوصلوا المكان مقفول، وبيبقى لازم يكملوا مشي على رجليهم. وساعتها بيكتشفوا ان ده فخ، وده لان في ناس بتفضل تضرب عليهم نار. فبيطلع خورخي قنبلة وبيكون لسه يرميها عليهم، بس بيجي اتنين من وراه وبيكون معاهم اسلحة وبيخلوه يسيب القنبلة. واول ما بيشوفوا إيريس بيتعرفوا عليه، وده لانهم كانوا زمايله في المتاهة واسمهم هاريت وسونيا، وبيكونوا اشتغلوا مع منظمة الذراع اليمنى اول ما خرجوا من المتاهة. وقتها بياخدوا توماس وكل اللي معاه المكان المنظمة، وبيقابلوا فينس مساعد رئيس الذراع اليمنى. وفي وسط ما هم بيتكلموا بتقع بريندا على الارض، وفينس بيعرف انها مصابة وبيكون هيخلص عليها، لكن بتطلع الدكتورة ميري، ودي اللي كانت شغالة مع توماس في ويجد وبتتعرف عليه. وبنعرف ان توماس فعلا كان شغال مع ويجد، ولكنه ما كانش بيحب يشوف الناس بتموت. وساعتها اداها احداثيات كل
كل مقرات ويجد، وده بسبب ان الذراع اليمنى كانوا عارفين اماكن ويجد وكانوا بيدمروها. لكن مع الوقت توماس اختفى، ودلوقتي ميري عرفت السبب، وهو انه اتحط في المتاهة زي بقية الناس. بعد كده بياخدوا بريندا عشان يعالجوها، وبنكتشف ان الدكتورة وصلت لعلاج مبدئي للفيروس، والعلاج ده عن طريق انها بتاخد انزيم معين من دم الناس المحصنة ضد الفيروس زي توماس، وبتحقن بيه المصابين، وده بيقلل من الاعراض وانتشار الفيروس في الجسم. فبتدي ميري الانزيم ده لبريندا، وفعلا حالتها بتتحسن، ولكن طبعا بيبقى الفترة قصيرة. ولما توماس بيطمن عليها بيخرج وبيروح يقابل نيوت ومينو، وبيكونوا فرحانين انهم هربوا من ويجد وانهم يقدروا يخلصوا على المنظمة الشريرة دي اخيرا. ولكن توماس بيكون مستغرب ليه تريسا مش موجودة، وبيروح يدور عليها وبيلاقيها واقفة في مكان لوحدها. فبتقوله انها شافت امها وهي بتتصاب بالفيروس ده، وان الموضوع كان مؤلم جدا، وبتعرفه ان امها مش المصابة الوحيدة، وانها قررت انها تضحي بعدد قليل علشان العالم كله يعيش. يعني من الاخر تريسا بلغت ويجد عن مكان توماس واللي معاه، وفعلا بتوصل طيارات ويجد وبتبدأ تدمر المكان، والجنود بينزلوا في كل مكان وبيضربوا رجالة فينس واصحاب توماس، والمقاومة مش بيبقى ليها فايدة لان العدد كبير جدا. وبيترمي على اصحاب توماس قنبلة كهربية بتسبب لهم شلل مؤقت. وقتها توماس وخورخي وبريندا بيكونوا مستخبيين، وخورخي بيحاول يقنع توماس انه يهرب معاهم من المكان ده، لكن توماس بيرفض انه يسيب اصحابه، فبيهرب خورخي وبريندا. وبعدها ويجد بتقدر انها تسيطر على المكان كله، وبيطلعوا كل الناس اللي فيه بما فيهم توماس. وبتيجي تريسا مع الدكتورة ايفا وبتقول لهم انا بعمل كده عشان احسن العالم. فبتقول لها الدكتورة ميري انها سفاحة وبتقتل جيل كامل من الشباب. فبيضرب جانسون عليها نار، فبيتعصب توماس وبيطلع قنبلة كان مخبيها، وبيهدد انه هيفجرها لو ما سابوش اصحابه في حالهم. بس هي بترفض، فاصحابه بيقولوا له فجر القنبلة، احنا نموت احسن ما نرجع المنظمة دي. وبيكون لسه هيفجر القنبلة، لكن في اخر لحظة بيدخل عليهم خورخي بعربية، وبيدخل في طيارة هليكوبتر وبيسبب انفجار ضخم. وساعتها بتبدأ معركة بين الطرفين، وخورخي بيقدر يقتل عدد كبير منهم. وقتها بتهرب ايفا ورجالتها جوه الطيارة بتاعتها، وبيحاول جانسون انه يقتل توماس، ولكن بريندا بتضرب عليه طلقة بتيجي في كتفه، وبيطلع يهرب هو كمان. وبنروح لمينو واللي بيبقى في معركة ضد شوية من رجالة ويجد، بس في الاخر بيصعقوه وبياخدوه معاهم على الطيارة، وبيتراجع اللي اتبقى من رجالة ويجد وبيركبوا الطيارة وبيهربوا من المكان. ولما بيجي الصبح بيقرر توماس انه يمشي من المكان ويروح مقر ويجد، وده عشان يدمرهم وينقذ صديقه مينو. وساعتها الكل بيقرروا انهم يقفوا في ظهر توماس، وانهم ينفذوا خطته ويدمروا ويجد سوا، ويوقفوا شر المنظمة دي للأبد. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.